السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم النهاردة فيديو جديد. ولقاء بيكم إن شاء الله تستفيدوا بيه. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. إحنا في انتظار أعياد كتير جميلة، وفي انتظار شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد شم النسيم وكل الأعياد الجميلة اللي هتهل علينا بالسعد والبركات إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وعيد الأم طبعا. فاحنا النهاردة هنعمل كذا فكرة من سبت الفاكهة اللي ممكن تاخديه ببلاش من بائع الفاكهة، وكمان ممكن يعني تستخدميه استخدامات كتيرة جدا. أول حاجة ممكن تعمليها في تخزين الأدوات بتاعة المطبخ اللي مش بتستعمليها. يعني الحاجات دي انا بشتري كل فترة كده حاجات ب10 جنيه او 20 جنيه. هستخدمهم في الشهر الكريم ان شاء الله. فبشيلهم، فاحطهم في السبت لغاية شهر رمضان المبارك ان شاء الله. برضو ممكن تعمليه صفي ادوات المطبخ. المواعين بعد ما تغسلي المواعين تحطي فيه المواعين طبعا على بعضيها كده، تتصفى وبعد كده ترصيها في مكانها، او كوبايات اي حاجة. ممكن تعملي رف كمان في المطبخ، تحطي فيه التوابل والحاجات كلها، وبيتعلق بمنتهى السهولة من الفتحات بتاعته. الفكرة التانية احنا هنعمل 3 افكار. الفكرة دي واللي فاتت يعني افكار كده سهلة، لكن الفكرة الرئيسية في اخر الفيديو ان احنا هنعمل هدية لأعياد الأم، نعمل أو لشهر رمضان، أو أي مناسبة ممكن حاجة تقدميها هدية من السبت الفاكهة ده. فانتظروا الفكرة الرئيسية وشوفوا الفكرة دي حلوة جدا هتعجبكم. أنا جبت ملاية عندي، طبقتها وحطيت فوقيها الأخضر ده اللي هي شوية الخضرة دي، والنجيلة الخضرة اللي هي ب6 جنيه الواحدة. بتبقى طويلة كده وتلفيها وتحطيها فوق الملاية او فوق اي فوط عندك او حاجات يعني مش محتاجاه. حطيها في قلب السبت، وابتدي حطي اي ورود جميلة عندك معجبة بشكلها، او بقايا ورود او بقايا زرع اخضر. ابتدي وزعيهم كده في الملاية، ويا ريت الملاية تبقى لونها مقارب للون الخضرة، يعني ما تبقاش لونها شاذ يعني. انا في الاول فكرت ان انا اثبت الزرع الاخضر في السبت واوزعه بمسدس الشمع والكلام ده كله، بس قلت لا علشان ما احب اجدد وافكر فكرة تاني ينفع احوشها واحطها. ففكرت في حكاية الملاية دي او فوط نحطها في القاع، وبعدين نحط فوقيها الخضرة دي والزرع واي شمعة مضيئة زي الدولفين ده. انا عندي حاجات كتير بتنور، كان ممكن احط آه، فرع ورد وكده، وممكن تنوريه في اعياد شم النسيم والاعياد بتاعتنا، وفي رمضان في اي وقت تنوري الحاجات دي في اعياد الميلاد. تدي منظر وجمال للمكان. الفكرة بسيطة بس حلوة وجميلة. الفكرة الرئيسية هننفذها دلوقتي. واعملي لنفسك هدية عيد الأم من سبت زي كده، أو قدميه هدية لأي حد يعجبك يعني. تابعوا الفكرة هتعجبكم إن شاء الله. ده سفنج على فكرة، لفوه حوالين داير بمسدس الشمع وكملوا مع الفيديو.
بعد ما ثبت الاسفنج، وبعدين ثبت كمان جيبة كانت قديمة عندي ثبتها فيه. الجيبة سهلة جدا انك تركبيها، انا فضلت ان انا احطها. ممكن تحطي عباية تقصيها وتحطيها، او تحطي اي مفرش او اي قماش عندك كويس، وتبتدي تركبي شوية استرسات كده بسيطة، او اي دانتيل او اي حاجة. ممكن كمان تجيبي اي خرز او لولي وتثبتيه بالابرة، يبقى شكله جميل جدا، او بمسدس الشمع زي ما هتشوفوا. في الاخر هتحصلي على باسكت جميل جدا. ممكن تحط فيه كل حاجة تعجبك، في يبقى هدية ليكي من نفسك. في عيد الام تحط فيه الهدايا بتاعت حبايبك. وكمان ممكن ينفع في شهر رمضان نحط فيه المصليات والمصاحف وحاجات الشهر الكريم كلها. ممكن تحطيه في منظم لأي دولاب، أو تحط فيه أي حاجات في مكتبة أو في أي حاجة، هيبقى شكله شيك وجميل، وعملتيه بنفسك. وكمان تفتخري بيه قدام ولادك وقدام نفسك. وأتمنى إن الفيديو يكون مفيد واستفدتوا بيه. واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات